طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. تشخيص إصابة 3 مواطنين بكورونا اليوم. إنجازات كبيرة في مجال حماية التربة والمياه. تطور زراعة فواكه المناخ المعتدل في صنعاء. الفرغاء الليبيون يتفقون على إجراء استفتاء حول الدستور. بكين تفرض عقوبات على بومبيو ومسؤول في إدارة ترامب. وقتلى في انفجار مبنى بالعاصمة الإسبانية مدريد. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم 21 من يناير في مراكز العزل بإقليمي الأوسط وعنسبة، وظهرت إصابتان في أسمرة في الإقليم الأوسط وإصابة واحدة في كرن حاضرة إقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 70 مريضا بكورونا، 58 منهم في إقليم القاش باركا، و7 في الإقليم الأوسط، و5 في إقليم شمال البحر الأحمر كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1913 إصابة، شفي منها 1304، ووفاة 6 مرضى بكورونا، ولا يزال 603 مريض كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من يناير 2021. أوضح مركز الخرائط والمعلومات القيام باستثمارات كبيرة لبناء سدود مختلفة الأحجام، باعتبار أن حماية التربة وحفظ المياه من أعمدة التنمية الزراعية في إريتريا. وذكر المركز بناء حوالي 945 سدا صغيرا وكبيرا بالقدرات الذاتية من التخطيط والبناء والمواد الخام، 345 سدا منها كبيرا، حيث يجري العمل لتنمية محيط السدود لضمان الأمن الغذائي. وأوضح المركز بناء السدود الكبيرة في قرصت وفانكو طمو وفانكو راوي وبدميت وكركبت في إقليم القاش باركا، وسدود مسلام ولوغو في الإقليم الجنوبي، وسد قحتلاي في إقليم شمال البحر الأحمر في السنوات 17 الماضية، وذلك بهدف تطوير وتوسيع الزراعة المروية إلى جانب توفير مياه الشرب والسقي. وأشار المركز كمثال لسد كركبت الذي له قدرة حجز 330 مليون متر مكعب من المياه وتنمية مساحة أكثر من 26 ألف هكتار، حيث أرسيت فيه حاليا البنى التحتية لتنمية مساحة 10,000 هكتار. وذكر وضع الخطة لبناء سد بسعة حوالي 40 مليون متر مكعب من المياه في جيبدو في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوفير المياه لمدينة عسب والدفع بالتنمية الزراعية. وأفاد مركز الخرائط والمعلومات منح الأولوية للقدرات البشرية في الاستثمار الجاري لبناء السدود وتطوير الزراعة الصناعية. أوضح المزارعون في مديرية صنعاء أن مزارع التفاح والخوخ والزيتون تنمو جيدا لملائمة المناخ والجهد المبذول. وذكر المزارعون بأن أشجار التفاح بلغت مستوى الإثمار، داعين الأسر لزراعتها في المنازل. وأشار المزارعون إلى زراعتهم إلى جانب الفواكه، الخضروات والذرة والبذور الزيتية والبرسيم وتربية أبقار الألبان. وقال خبير تنمية البساتين السيد السناي قبل زقابيهر إن الزيتون والخوخ لم يثمروا بعد، أما التفاح من نوع أونا يثمر جيدا. كما دعا خبير وقاية النباتات السيد نبر قبرهيوت دعا المزارعين لاختيار الوقت وأوضاع المناخ لرش المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية التي تصيب أشجار التفاح.
وقد وزعت شتول أشجار الفواكه المناخ المعتدل للمزارعين والمؤسسات الحكومية في مديرية صنعاء. أفاد قسم الثروة المائية في إقليم شمال البحر الأحمر حصول 237 ألف مواطن من جملة 386 ألف من سكان إقليم شمال البحر الأحمر، أي ما نسبته 70%، أشار إلى حصولهم على مياه الشرب الصالحة. وأوضح مسؤول القسم السيد هبتتين برهاني حفر أكثر من 200 بئر في الإقليم عامة وإرساء البنى التحتية فيها لتقديم خدمات المياه، إضافة إلى بناء الخزانات والحفائر لتجميع المياه وتنمية المياه الجوفية. وذكر حصول 307 قرية في الإقليم على مصادر المياه بمد الأنابيب إليها، بينما تحصل 115 قرية على المياه مباشرة بالصنابير، مشيرا إلى إكمال مشاريع مياه برمي ومحبار ودنغولو العلاي وقلعلو وإيرافايلي ومدينة نقفة بتكلفة أكثر من 3 مليون نقفة. وأوضح بأن انخفاض المياه الجوفية والاستخدام السيء ونقص المعدات من التحديات الأساسية التي تواجههم، ولحل ذلك يجري العمل بالتعاون مع الشركاء لبناء الخزانات والحفائر والتوعية والتوجيه لترشيد الاستهلاك. وبعد أن أشار إلى تدريب أفراد من سكان القرى لإصلاح أعطال مشاريع المياه من ريع الخدمة لضمان استمراريتها، أوضح سيد هبتتين برهاني بأن أعمال حفر الآبار التي جرت في مديرية دهلك وقرى كبكب وقرامت ومناطق أخرى لم تحقق نتائج جيدة، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة. قدم سكان وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية أفعبت مبلغ 111 ألف نقفة للأسر المحتاجة. وقدم السكان مبلغ 79 ألف نقفة، وعمال المؤسسات الحكومية 32 ألف نقفة تم توزيعها ل 61 أسرة. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في مناسبة تقديم الدعم في 18 من يناير، قال إن الدعم يأتي مواصلة للإعانات التي قدمت سابقا، معربا عن ثقته في استمراريته. أفاد مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر، أفاد بأن شباب الإقليم يساهمون بفعالية في كافة الميادين في إطار الجهود الحسيسة المبذولة لجعلهم يلعبون دورا رائدا ومؤثرا في مناطقهم. وأوضح الشاب عثمان عبد القادر تنفيذ أنشطة تساعد الشباب بالتجمع في مختلف التأطيرات والأندية لرفع وعيهم وتوسيع معارفهم، مما أدى إلى تحقيق إسهامات مرضية. وأشار إلى أن العمال قاموا خلال العام الماضي بإنجاز أنشطة نفير مختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في توعية المواطنين لتنفيذ تعليمات صادرة للوقاية من كوفيد-19 وضمان صحة المواطنين وتوزيع الدعم المقدم من المواطنين والمؤسسات إلى المحتاجين، وكذلك في مساعدة أسر الشهداء. وذكر الشاب عثمان بأن رعاية أسر الشهداء هو من أهم برامج عمل الشباب المتأطر، حيث يعمل كافة الشباب الموظفين في المؤسسات الحكومية بالتقسيم إلى 6 مجاميع وتبرع ب165 ألف نقفة من رواتبهم الشهرية لدعم أسر الشهداء. وفي الختام أوضح مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر، أوضح وضع برامج لترقية رعاية أسر الشهداء الذي بدأ العام الماضي ب15 أسرة إلى أكثر من 50 أسرة هذا العام، داعيا الجهات الشريكة لتعزيز مساهمتها المعهودة لإنجاز المهام بنجاح. مشاهدينا الفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي.
على الصعيد العالمي، اتفق الأطراف الليبيون المجتمعون في مصر أمس الأربعاء على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 من ديسمبر المقبل في ليبيا، التي تشهد انقساما وانعداما للأمن وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية. وجاء في بيان الخارجية المصرية ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في مدينة القردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتسمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات. ويأتي الاتفاق قبل إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية التصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سيفاني ويليامز إن أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلالها. أعلنت الصين فرض عقوبات على نحو 30 مسؤولا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، لانتهاكهم سيادتها. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر فيما كان جو بايدن ينصب رئيسا في واشنطن، قالت إن الصين قررت فرض عقوبات على 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير السيادة الصينية. وتابع قررت الحكومة الصينية معاقبة 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير سيادة الصين وكانوا مسؤولين بشكل أساسي عن التحركات الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ومن بينهم مايك بومبيو وعدد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى جون بولتون وستيفن بانون. قتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار وقع في مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد. أفاد المسؤولون أنه ناجم عن تسرب للغاز، فيما اعتبر شخص آخر في أعداد المفقودين. وأظهرت صور من المكان جدران الطوابق الأربعة الأخيرة على الأقل من المبنى الواقع في حي لا لاتينيا وقد انهارت، فيما انتشر الركام على مساحات شاسعة. وقال الممثل عن الحكومة خوسيه مانويل فرانكو لتلفزيون إسبانيا العام إن الانفجار وقع فيما كان عمال يجرون تصليحات على التدفئة المركزية في المبنى. وأظهر الصور بثها التلفزيون الإسباني سيارات مدمرة بفعل الانفجار، فيما تصاعد الدخان من الطابقين الثالث والأخير في المبنى الذي يقطنه رجال دين محليون. في اكتشاف علمي يمكن أن يحدث ثورة غير مسبوقة، طور علماء صينيون علاجا جينيا جديدا يمكنه إبطال بعض تأثيرات الشيخوخة. وحقق العلماء إنجازهم بعد تجارب على الفئران نجحت في منحها القدرة على العيش لفترة أطول، وهي النتائج التي قد تسهم يوما ما في علاج مماثل للبشر. وتتضمن الطريقة تعطيل جين يسمى كات7 الذي اكتشف العلماء أنه مساهم رئيسي في إصابة الخلايا بالشيخوخة. وقالت المشرفة المشاركة على المشروع تشو جينغ المتخصصة في طب الشيخوخة والطب التجديدي من معهد علم الحيوان في الأكاديمية الصينية للعلوم، قالت إن العلاج والنتائج كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم. واستخدم فريق علماء الأحياء التابع للأكاديمية الصينية طريقة لفحص آلاف الجينات بحثا عن تلك التي تعد محركات قوية على النحو الخاص للشيخوخة الخلوية. نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة.